فوق الكيك. جبت اهوت كده الجبنه الكريمي بتاعتي. طبعا كل حاجه انا اشتغلت فيها بدرجه حراره الغرفه عشان تنجز معايا اسرع، لان كمان لو كانت مثلا يعني درجه الحراره بتاعتها كنت حطاها مثلا في التلاجة او كده كان ممكن تاخد وقت مني شويه ومجهود في العمايل بتاعتها. فافضل حاجه خلوا الحاجات اللي انتوا بتستخدموها تبقى بدرجه حراره الغرفه في الوصفه دي عشان تنجز معاكوا اسرع. ودلوقتي اهوت كده فضيت الكريمه، وطبعا على حظي وانا بعمل الوصفه المضرب بتاعي باظ، فقلت يلا مش مشكله، وكان عندي المضرب ده فاشتغلت بيه اهوت كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اهم حاجه بقى هنا وانتوا بتعملوا الوصفه دي، الكريمه يا جماعه حاولوا على قد ما تقدروا ما يبقاش فيها اي تكتلات، وطبعا يفضل لو عندكم مضرب كهربائي هينجز معاكم اسرع، وكمان هيطلع معاكم الكريمه اسرع. لكن زي ما انتوا شايفين كده لو انتوا استخدمتوا مضرب عادي يعني ممكن الموضوع يطول شويه، لكن بالمضرب الكهربائي هيبقى اسرع. واهم حاجه زي ما انتوا شايفين برضو كده، بصوا القوام ما فيهاش اي تكتلات. ودلوقتي كده نبدأ بقى ان احنا نحط مع بعض اللبن المكثف المحلى. طبعا تقدروا تستخدموا اي نوع، بس انا بصراحة يعني متعودة ان انا بشتري منتجات معينة، فعشان كده دي اللي انا استخدمت بيها الوصفة. لكن طبعا اللي متعود يشتري حاجة او بيحب حاجة معينة طبعا يقدر يستخدمها. طبعا انا في الوصفة دي مش هستخدم العبوة كلها، يعني بالظبط كده استخدمت 3/4 اهوت كده زي ما انتوا شايفين. قوامه طبعا تحفة. نبدأ بقى تاني كده اهوت ان احنا نقلبه مع الكريمة. عايزة اقول لكم بيعمل اضافة للطعم خطيرة. عايزة اقول لكم ان في الوصفة دي انا اتفرجت على فيديوز كتيرة قوي، في اللي كانوا بيستخدموا في الوصفة كريم شانتيه، وفي اللي كانوا بيستخدموا حليب عادي خالص، وفي اللي كانوا بيستخدموا يعني على الحليب عشان خاطر يخلي القوام بتاعه زي صوص الكريمة كده، كانوا بيحطوا اضافة نشا. فشفت حاجات كتيرة قوي قوي، بس حسيت ان افضل حاجة اللي هو نحط الحليب المكثف المحلى. ودلوقتي اهوت كده زي ما انتوا شايفين حطيت 2 باكت من الفانيليا برضو، وافضل اقلب كويس جدا عشان ادوب الفانيليا كويس وتبقى موجودة في كل حتة في الكريمة زي ما انتوا شايفين اهوت كده. هي وصفة سهلة قوي وخطواتها تبان كتيرة شوية، بس والله لا هي سهلة جدا، بس هي الفكرة كلها